هلا وشلونكم حبايب قلبي. تعالوا أنا وياكم نسوي أطيب طرشة أحمر، والطريقة جدا سهلة وبسيطة. هنا عندي قنابيط قطعته بهالشكل هذا، وبعدها هنا عندي الشلغم قشرة وأقطعها بهالشكل هذا، وهنا عندي اللهانة قطعتها. هسه أغسل المكونات، أغسل القنابيط وبعدها الشلغم، وهنا عندي اللهانة. بحافظة أو بدبة ضفتهم كلهم سوا، وهنا عندي ماي فلتر أضيف عليه ملح خشن وأتركه لمدة يومين. هنا عندي الشوندر غسلته وقطعته وضفت عليه ماي واستوى، أتركه على صفحة يبرد. وفلفل حار سلقته، ورا يومين جيت هنا أغسل المكونات كلهم سوا، وبعدها أرجعهم بالحافظة أو الدبة. فلفل حار، هنا عندي ثوم عجم ينطي طعم كلش طيب، وبعد ضفت الشوندر هو والماي مالته. هنا عصرت عصير أورنج كيلوين، وضفت العصير فوقه، وضفت خل أبيض وثوم اختياري، وكمان عندي الطرشة. وعلينا وعليكم ألف عافية سلامة لمدة أسبوع.